السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا متابعي قناتكم ساعة بساعة. أخبار متداولة وتقريبا جد مؤكدة، لأن الصحف التي تداولت هذه الأخبار والتي تكلمت عنها صحف موثوقة جدا، خاصة بالمنتخبات الوطنية وخاصة بالكرة، صحف عالمية. ومثال على ذلك صحيفة فوت أفريكا، حيث أنها تداولت الخبر الخاص بقرار الذي اتخذ أو في طريقها إلى اتخاذه الفاف. القرار هذا سوف نتطرق إليه، إيجابياته وسلبياته على المنتخب الوطني وعلى الفرق الجزائرية التي تلعب المنافسات الدولية، حيث أن الفاف وبعد الفساد الحاصل في الكاف الذي نخر جسد المنتخبات الإفريقية، ورغم سكوت الاتحاديات إلا الاتحاديات الجزائرية والكونغولية التي بدأت تتحرك في هذا الصدد، حيث أنها قامت بأشياء غير عادية في كرة القدم. وبهذا الصدد وفي اجتماع في الفاف، يقولون حسب على ذمة هذه الصحف العالمية وتقريبا بخبر شبه مؤكد سوف يظهر للعلن قادم الأيام، أن الفاف قررت الانسحاب من الكاف والانضمام إلى الاتحاديات الآسيوية في كرة القدم، من ناحية المنتخبات أو من ناحية الفرق. سوف تنتقل مباشرة إلى القارة الآسيوية لأمر واحد، وهو الانضمام إليهم لتفادي الكاف والفساد الحاصل فيها. ولم يختاروا الجزائريين قالوا أن لو انضم الفاف إلى القارة الأوروبية، إخواني نعم القارة الأوروبية، لكن لا تنسوا أن هنالك كيانا لا نعترف به أبدا يلعب في القارة الأوروبية. يعني احتمال كبير أن نكون في مجموعة واحدة معه إذا كنا في القارة الأوروبية. لذا الانضمام للقارة الآسيوية له إيجابيات وله سلبيات. نبدأ بالإيجابيات في الانضمام للقارة الآسيوية في كرة القدم. الإيجابيات خاصة مثلا المناخ مختلف تماما على القارة الإفريقية. لما تلعب في القارة الآسيوية المناخ يكون رائع جدا، وحتى إذا لم يكن جيد في تلك الأيام الملاعب رائعة جدا مقارنة بالقارة الإفريقية. تخيلوا إخواني المزارع التي يلعب فيها المنتخب الوطني عند تنقله لمختلف البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى الثقافة الموجودة عند مناصري المنتخبات الآسيوية مختلفة تماما عن القارة الإفريقية، إضافة إلى الكولسة لا توجد في القارة الآسيوية مقارنة بالقارة الإفريقية، إضافة إلى المعاملة الاستقبال للمنتخبات ليس كالقارة الإفريقية تماما. لاحظتم السرقات في الفنادق المختلفة، خاصة المنتخبات القادمة من شمال إفريقيا عند ذهابها إلى إفريقيا العميقة، كيف يكون استقبالهم في الفنادق، كيف يكون استقبالهم في الملاعب، فرق شاسع. من هذه الناحية هذه إيجابيات الانضمام إلى القارة الآسيوية في كرة القدم. بالإضافة إلى أن الجزائر ليست لها مشكلة في التنقلات، لأنك ستتنقل بالطائرة يوم أو يومين قبل التربصات. هذا أمر عادي جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري، بالإضافة إلى التوسعة المالية التي توجد في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. فيما يخص السلبيات أن سوف طبعا المنتخبات سوف تكون ضد المنتخب الجزائري، في قرار قصدي الاتحاديات الإفريقية سوف تكون ضد المنتخب الجزائري وضد الفاف، ويكون منبوذ كما نقول، إلا من طرف أظن الاتحادية الكونغولية وتقريبا بعض احتمال الاتحادية الجنوب إفريقية تكون مع المنتخب الجزائري. لذا يجب عليه أن عليهم أن يدرسوا هذا القرار، وربما حتى يؤثر عليه في الفيفا. لا تنسوا أن حتى الكولسة الموجودة في الكاف والعناصر المتحكمة في الكاف لها أذرع داخل الفيفا.
لها أذرع داخل الفيفا وأذرع طويلة جدا داخل الفيفا، ربما سوف تؤثر على المنتخب الوطني وعلى هذا القرار إذا كان بشكل جد رسمي. يعني نقول على عاتق تلك الصحف العالمية التي تداولت هذا الخبر وقالت تدرس الجزائر والفاف، تدرس الانسحاب من الكاف والانضمام إلى الاتحاديات الآسيوية لكرة القدم. وربما يتعمق الأمر في قادم الأيام حتى يتوسع إلى الاتحاديات الأخرى ككرة اليد وحتى منافسات الأخرى الأولمبية أو كرة الطائرة أو كرة السلة أو منافسات من هذا القبيل، لأن إفريقيا أصبحت فيها مرتعا للفساد الرياضي بشكل عام وبشكل كبير جدا. وربما سوف تنضم إلينا الاتحادية المصرية في قادم الأيام، سوف تظهر هذه الأشياء. إخواني، قلنا السلبيات، ومنها هذه السلبية ذكرناها في الأول، أن قارة أوروبا يلعب لها كيان لا نعترف به، وجميع الجزائريين يريدون المنتخب الجزائري يكون، لأنه في مقارعة، ولاحظنا هذا عبر المباريات التي رأينا المنتخب الوطني يخوضها في السنوات السابقة، المنتخب الوطني أمام المنتخبات الأوروبية يكون قوي جدا ويكون يقارعهم بشكل كبير جدا. لكن الجزائر تعلمون أنها لا تساوم في هذه الأمور. يعني إذا انضمت إلى القارة الأوروبية ربما يكون هنالك مشكل خاص بهذا الكيان الذي لا نعترف به، يعني تضطر للتنقل إليه أو يأتي إليك، وهذا لن يكون، وبالتالي سوف تكون هنالك عقوبات قاسية جدا. وتعلمون أن الفيفا عندما يتعلق الأمر بهذا الكيان تضرب بيد من حديد، ورأيتم ما جرى في أوكرانيا، يعني أدخلوا السياسة في كرة القدم والكل رأى ذلك بأم عينه. يعني الجزائر تفاديا لهذا اختارت القارة الآسيوية، بالإضافة إلى عدم اختيارها القارة الأمريكية أنها بعيدة جدا عن الجزائر، وليست يعني لا تساعدنا في أمور كثيرة لوجستية وحتى رياضية وحتى يعني تقنية. الجزائر الآن في طريقها إلى تجديد أو توضيح أمور كثيرة خاصة في إفريقيا. يعني قادم الأيام سوف تظهر أشياء كثيرة، ربما تعدل عن هذا القرار إذا تغيرت سياسة الكاف في كرة القدم، ونتمنى ذلك. لا نريد الانسحاب من إفريقيا بهذا الشكل، رغم أن الأمور يعني رائعة جدا إذا انسحب، لكن لا نريد أن نتبرأ من أصلنا، هذا ما لا نريده. لكن قادم الأيام إن شاء الله سوف تبين ذلك. إخوان، كان منا هذا القرار ومن هذا الخبر وهذا التحليل. أرجو منكم الانضمام للقناة وأن تدعمونا وأن نكون عائلة واحدة حتى نستمر في دعمكم بها مثل هذه الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني والمنتخبات الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.